فكر ازاي انجح، ازاي اتفوق، ازاي احقق انجازات عظيمه، ازاي ابقى شخص مؤثر، ازاي ابقى شخصيه صالحه ومصلحه، او ازاي ادخل الكليه اللي انا عايزها، او ازاي اتفوق في المجال اللي انا نفسي فيه. فاحيانا نفسك يا صديقي بترد عليك في هذه التساؤلات وتقنعك ان الطريق صعب، الطريق طويل، الطريق محتاج مجهود، محتاج نفس، محتاج منافسه، وهي ما عندهاش القدره على المنافسه ووجع القلب. فساعتها بتبدا تقنعك بفكره الهروب. اهرب من الطريق اللي فيه مجهود، اهرب من الطريق اللي فيه بذل، اهرب من الطريق اللي فيه تعب، اهرب من الطريق اللي فيه تضحيه، اهرب على قد ما تقدر. وتقنعك برضو انك تدور على طريق تاني تحقق منه نجاحات سريعه حتى لو وهميه. المهم ان هي تحسسك ان انت ناجح، ما تخافش احنا ناجحين، حتى لو النجاح ده ملوش قيمه، او حتى لو النجاح ده بيقلل من كرامتك او من شخصيتك، او حتى لو النجاح ده صديقي عند الله لا يساوي شيئا. ولو بصيت عنهم مش محتاج تثبت له، مش محتاج. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه، بس عايز اقول لك حاجه، البهوات اللي طول الوقت بيشتكي زورا وبهتانا وكذبا ان انا بعمل اللي عليا وبذاكر جدا او بذاكر مش جدا او بذاكر من غير اي حاجه جنبها، من غير مصطلح نعت، يعني من غير جدا ولا مش جدا بذاكر. بس ومع ذلك عندي مشكله غريبه جدا ان انا عايز اما باجي احل ما بعرفش احل. يعني انا مثلا انت في سنتر، كنا قبل ده في سنتر كي، فبنتي بتقول يا مستر انا ماما كلمت الدعم واستاذنتهم ان احنا عايزين نعمل حصه افهم فيها النحو. قلت لها حلو، احنا نعمل حصه نشرح لك النحو، فنعمل عنوان جذاب ازاي نلم النحو في محاضره. حلو، فكره جميله جدا، اعلان الحصه رهيب، خليك فاكر ده. خلاص معايا؟ فهنعمل ايه؟ حصه نلم النحو. انهي نحو بقى اللي انا بشرحه دلوقتي؟ انت عايز تلم النحو صح؟ طب انا بشرح نحو. لا انت مش فاهم، اصل انا لما انت شرحت نحو جيت احل لقيت نفسي مش عايز احل. فبعدين لا، ما انا ازاي اخرج نفسي من دايره الطموح الكسول؟ القاعده رقم 1، قانون البدايه الصغيره جدا. افتكر حاجه مهمه جدا، ان المخ بيفشل في البدايه مش بيفشل في الاستمرار. كل ما البدايه كانت صغيره جدا كل ما مخك هيستسهلها وفعلا يبدا. تاني قانون او قاعده اسمها تقليل الاحتكاك. كل خطوه زياده هتعطل انك تبدا، وكل خطوه تنقصها من المهمه هتضاعف قدرتك انك تنفذ للضعف. فجهز البيئه قبل بدايه المهمه، بمعنى تاني خلي البدايه اقرب ليك من اي عذر. القانون رقم 3، قانون المكافاه السريعه او الاميديت ريورد. الهدف البعيد زي ما اتفقنا بيقلل عندك الدافع والحماس من جواك، فلازم تعود نفسك على اهداف صغيره سهل الوصول اليها عشان تدي لدماغك المكافاه اللي هي متوقعاها. وكل ما تخلص مهمه من المهام الصغيره كافئ نفسك. رقم 4، قانون الشراره الاولى. المهمه زي ما قلنا مش محتاجه ساعه او ساعتين، انا بس محتاج اول شراره، اول 10 ثواني. ما تستناش يكون عندك حماس عشان تبدا، ابدا عشان يكون عندك حماس. 5، قانون البيئه المحميه. لو بيئه تشتت عقلك هيهرب، ولو بيئه ثبات عقلك هيتحرك. وقت الشغل حط الموبايل في حته تانية، اقفل كل النوتيفيكيشنز، حدد وقت ومكان ما يكونش فيه انتربشنز او مشتتات. لو بيئتك مش بتساعدك دماغك حرفيا مش هتشتغل. القانون الاخير، قانون التراكم البطيء. كلنا فاكرين ان الانجاز خطوه ضخمه كبيره، لكن العلم بيقول ان التراكم البطيء هو اللي فعلا بيغير السلوك العصبي. افتكر يا صديقي، التكرار البسيط اقوى بكتير من الحماس الضخم. تقدر تشوف الحلقة من هنا، ولو عاوز خطة مجانية من مصادر علمية موثوقة عشان تغير ده، اكتب في الكومنتات كلمة عقلية وابعت لنا رسالة. تجيب الكرسي بتاعك وورقتك وقلمك وهتنزل تقعد في الشارع لأن النهاردة الجو حلو، وتكتب معايا: لو انت على قيد الحياة، عندك مكان بتعيش فيه، عندك سرير، عندك أكل، فقول الحمد لله. قول الحمد لله يا أخي، لأنه غيرك ما عندوش الحاجات دي. نفسي الواحد يفكر في نفسه. اوكي، في اختيار غير ان انا اقوم واكمل؟ في اختيار تاني؟ انا اقول لك على حاجه يا سيدي، انا بكره رحت عشان انت بتشتمني، رحت رميت نفسي من الدور الخامس، حد استفاد حاجه ولا أي حاجة، ولا الهوا. كل الناس مكمله حياتها وزي الفل، مش مستفيد حاجه. بالظبط. وانا بحب دايما مقوله عبد الغفور البرعي، يعني فلحت لنفسك فشلت لنفسك، اللي هي نفسها مقوله كان بيقولها لابويا الله يرحمه، يعني فلحت لنفسك فشلت لنفسك، فخليك في نفسك. في آية في سورة الواقعة بتقول لك: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الآية دي بالنسبة لي بتلخص فكرة تبدأ إزاي. إن الموضوع أنت مستحيل تعرف آخره فين، بس أنت عارف أوله فين. أنت عليك تعمل أول خطوة بالبلد. أنا عارف دي اتحرقت كتير، ولو ما جاتش من أول مرة بتيجي مع الوقت. لازم تيجي في احتياج قوي وفي حاجة أنت فاهمها كويس قوي، وما يحرقوش مجهود كتير في الفكرة قد ما يحرقوا مجهود كتير في تنفيذ الفكرة حتى لو هي بسيطة.
النجاح والتقدم لازم يكون قدامه او مقابل ليه انهيار. مفيش نور من غير ضلمه، ومفيش نجاح من غير سلسله اخفاقات. الشخص اللي بيوصل هو الشخص اللي عارف ان هو لازم يمر بمرحله اخفاقات وفشل لحد ما يوصل للنجاح. ال60 دقيقة اللي هتستغلهم في ان انت تذاكر كورس معين او تطور مهارة معينة حرفيا ممكن تغير حياتك، ولكن انت بنظرتك القاصرة مش متخيل قيمة ال60 دقيقة دول. عايز اقول لك لو انت بتفشل دلوقتي فانت احسن من 80% من الناس. معظم الناس ما بتحاولش اصلا ان هي تفشل، ودايما حاطين نفسهم في كومفورت زون او في حته هم شايفين ان هم تمام جدا فيها، بحيث ان هو ما يحسش بفكره الفشل. هو دايما بالنسبه له هو ناجح، ولكن هو واقف مكانه. انما على الجانب الاخر انت شخص بتجرب، بتحاول، بتفشل، بتجرب تاني وتغلط، تجرب لغايه ما توصل في الاخر. الفكره ان انت ما تقفش في نص الطريق وتقول اللي هو خلاص انا حاسس ان انا ما نجحتش، فاللي هو خلاص انا مش هكمل. فكمل، حاول. انا بقول لك اهو، اسمع مني، هتوصل في الاخر. سيب التليفون، سيب التليفون وهتتغير، سيب التليفون وهتنجز، سيب التليفون وهتعرف تظبط نومك، سيب التليفون وهتعرف تذاكر، سيب التليفون وبدل المحاضرة اللي بتاخد منك 10 ساعات و20 ساعة ويوم بالكامل، المحاضرة هتاخد منك 3 ساعات و4 ساعات، وهتقدر انك تنجز محاضرة ومحاضرة ومحاضرة. سيب التليفون وهتقدر انك تلم المتراكم اللي انت بتقول انا مش عارف الم المتراكم ازاي. الوقت اللي بتستغله وبتقعده على التليفون لو جبت منه جزء بجزء من القديم واستغلت وقت التليفون ده انك تجيب المتراكم وتجيب القديم، هتلاقي نفسك انك بتخلص. سيب التليفون وامسك الكتاب اللي انت بتقول انا مش حالل فيه وما حلتش فيه اي سؤال، وافتح الكتاب واقعد حل فيه. سيب التليفون واقعد مع مامتك وباباك، بوس ايديهم وبوس رجليهم كده واقعد، عشان ربنا هيكرمك بسبب مامتك وبسبب باباك. سيب التليفون وركز في اللي وراك، سيب التليفون وركز في حلمك وحط شغف وحط حاجه قدامك عايز انك توصل لها، وركز ان 90% من الفرص اللي هتجيلك وانت في ثانويه عامه. انت حاسس ثانويه عامه انت خدت 90% من الفرص اللي هتجيلك في حياتك. 10% بقى الباقي دول يا عالم هيجولك، ويا عالم هل انت هتنتهز الفرص اللي هتجيلك بعد كده ولا لا. طب ما هو انا اهو في اكبر فرصه ما استغل الفرصه دي، لا انا مش عارف استغل الفرصه عشان انا بمسك التليفون كتير. اقعد والناس كلها هتتقدم والناس كلها هتطلع والناس كلها هتبص لها. انت بعد ما السنه دي ما تخلص في ناس غصب عنك مش بمزاجك، لا غصب، دي الحاجه دي الوحيده بالذات اللي غصب عنك هتبص للناس دي فوق. يعني انت لما تيجي تبص للناس دي هتبص لها من فوق كده، مش هتعرف تبص لها عادي. بس اخر حاجه بقى ما تنساش انك تصلي. مفيش اي سبيل لتحقيق اي شيء في هذه الحياه سوى بالحلم. انت لازم تحلم ولازم تسرح بخيالك ولازم تقرر ان انت تنشن بعيد قوي. لازم تقرر ان انت لما تنشن بعيد قوي. يمكن احنا اتكلمنا في الموضوع ده حتى سابقا في احد حلقاته في حلقات الكوره، ان احنا لازم الواحد يبقى عندك طموح يا معلم. لازم يبقى عندك طموح، ولازم طموحك ده يبقى واسع، ولازم طموحك ده يبقى متعدد الاطراف، ولازم يبقى عندك رغبه في السن الصغير ان انت تسعى في اكتر من اتجاه. احنا ناس كبيره، انا راجل عندي 37 سنه، وبدايه من سن ال 32 او ال 34 سنه خلاص عرفت انا رايح فين وجاي منين وشغلي فين ودنيتي ومش عارف ايه. بس انا عرفت ده بعد ما خبطت على كل الابواب وجربت كل حاجه. مشكله الزمن اللي احنا فيه في الوقت